السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اتسألت سؤال من فترة بسيطة كده، وحابب إن أنا أشارك الإجابة بتاعته معاكم إن شاء الله هنا علشان تعم الفايدة بتاعة الإجابة على الجميع. بالنسبة للسؤال، هو لو اتنين متجوزين كاتبين كاتب كتابهم ولكن لسه ما حددوش يوم للدخول، يعني يوم الدخلة لسه ما جاش، وحصل ما بينهم الطلاق، وكان الطلاق شفهي، يعني الزوج قال لمراته أنت طالق، وبعدين قال لها أنا رديتك. فهل هنا تصبح المرأة أو تسير المرأة ديت زوجة للمرة التانية لهذا الزوج بمجرد إن هو يقول لها بلسانه أنا رديتك أو أنا رجعتك؟ خلي بالنا، المرأة ديت غير مدخول بيها، يبقى بالتالي ما ينفعش إن هو يقول لها بلسانه أنا رديتك فتصبح زوجته مرة تانية. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. المرأة الغير مدخول بيها يا جماعة ملهاش عدة، وطالما هي ملهاش عدة فلما الزوج يطلقها بتصبح هذه المرأة أو تصبح هذه المرأة بائنة من هذا الزوج بينونة صغرى. وكلمة بائنة يعني ما ينفعش إن هي ترد لعصمته مرة تانية إلا لما يتجوزها كأنه بيتجوزها للمرة الأولى، يعني يكتب كتب كتابه بعقد، تمام كده، عقد جديد اهوت، ويتفق على مهر جديد. خلاص يا جماعة؟ طيب، واحد يقول أو واحدة تقول لو هو طلقني وطلاق شفهي ومش عايز يروح يوثق الطلاق دوت عند المأذون، وعايز يسيبني كده زي بيت الوقف بالبلدي كده، نعمل ايه؟ المفروض ان الزوج لما يطلق مراته شفهي، المفروض ان هو خلال 30 يوم من تاريخ ايقاعه للطلاق بيروح للمأذون المختص اللي هو او نقول الموثق المختص، ويوثق هذا الطلاق عنده، وبعد كده تتم الامور اللي هي الاجراءات العاديه اللي احنا عارفينها. طب لو هو ما عملش كده، عايز يضرها، بيعاند، مش حابب، متكاسل، ايا كانت الاسباب، المفروض ان خلال المده ديت لو ما عملش اللي هو ما راحش ووثق الطلاق، الزوجه هتروح لمحامي احوال شخصيه، يعني محامي اسره. المحامي بدوره هيرفع لها دعوه في محكمه الاسره بتلزم الزوج دوت بالحقوق الشرعيه. واللي هنا ممكن نضرب على سبيل المثال، لو كانت الزوجه ديت غير مدخول بيها، هيكون من ضمن حقوقها الشرعيه هي نص المهر. يعني لو كان متفقين على 50,000 جنيه كمهر يا جماعه، تكون تستحق هي نص ال50,000، يعني ال25,000 جنيه. طيب، نسأل سؤال أو نفترض إحنا سؤال من عندنا. لو افترضنا يعني إيه حالات الطلاق؟ حالات الطلاق يا جماعة هي نوعين، إما يكون طلاق رجعي أو طلاق بائن. الطلاق الرجعي هو إن الزوج يقول لزوجته أنت طالق، وأثناء مدة العدة قبل ما تنتهي ينفع إن الزوج يرجع زوجته لعصمته مرة تانية، فده اسمه طلاق رجعي. بيكون الزوج مش محتاج فيه لعقد جواز جديد ولا المهر جديد، بيرجعها لعصمته بمجرد الكلام أو بمجرد الفعل اللي بنفهم منه إن هو عايز يستمر في العلاقة الزوجية، تمام كده، أو يستمر في الحياة الزوجية بشكل عام. طيب، الحاجة التانية اللي هي الطلاق البائن. الطلاق البائن ده نوعين، في طلاق بائن بينونة صغرى، واللي زي مثاله اللي هي المرأة التي غير مدخول بها لو اتطلقت بتبقى بائنة من زوجها بينونة صغرى. ومعنى كلمة بائنة بينونة صغرى يعني المرأة تتطلق مرة أو مرتين، فيجوز لزوجها ده ان هو يردها لعصمته ولكن بعقد جواز جديد وبمهر جديد. اما البائنة بينونة كبرى هي ان المرأة تكون متطلقة 3 طلقات، ففي الحالة من ديت ما ينفعش للزوج ان هو يردها لعصمته مرة تانية الا لما تتجوز بواحد تاني خالص، ويتجوزها جواز شرعي صحيح وبغير نية التحليل، علشان يبقى الجواز بشكل تمام. وإن شاء طلقها، وبعد ما يطلقها وتنتهي عدتها حبت إنها تعود لجوزها الأولاني تعود ليه، مفيش أي مشكلة خالص. لو الفيديو عجبك حاول إنك تشاركه على أكبر قدر ممكن مع الأصدقاء والزملاء. شكرا ليك.